السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان. لو انت أول مرة تشاهدنا، يا ريت تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على قائمة الفريق لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني غدا الجمعة ضمن إطار مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وكان الأهلي قد ضمن تأهله للدور ربع النهائي بدوري الأبطال من الجولة الماضية بعدما فاز يانج أفريكانز على شباب بلوزداد في المباراة التي أقيمت بعد فوز الأهلي الثمين على ميديام الغاني بيوم واحد. وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: حراسة المرمى مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف. خط الدفاع محمد هاني، أكرم توفيق، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، علي معلول، كريم الدبيس. خط الوسط عمرو السولية، مروان عطية، إمام عاشور، حسين الشحات، بيرسي تاو، كريم فؤاد، محمد مجدي قفشة، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، كوكا. خط الهجوم أنتوني ماديست ووسام أبو علي. توفيق للنادي الأهلي في المباراة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.